أسرار تخليه يرجع مهووس بيك بلا ما تباني محتاجة ليه. إلا بغيتي راجلك يبقى متعلق بيك ويموت عليك ركزي معايا مزيان في هذا الفيديو. ما بقاش عنده الشغف، ما بقاش عنده الحب واللهفة عليك، وما بقاش كيرجف ويهتم بيك، ما بقاش كيحماق عليك بحال كان هادي شحال حسيتيه برد، ما بقاش كيطلبك حتى العلاقة الحميمية. بزاف ديال النسا رجعوا كيتشكاو من هاد المشاكل. أنا اليوم جبت لك الحلول اللي غادي تنفعك بزاف في هاد النوع ديال المشاكل. سمعي الفيديو حتى الأخير، اللي ما مشاركاش تشارك في القناة وسمعوها البنات مزيان. كاين خطأ واحد كيديروه بزاف ديال النساء، وهو السبب علاش الراجل والزوج ديالك كيبرد مرة واحدة. انتي كتكوني دائما متوفرة، هذا هو الغلط اللي كطيحي فيه دائما. انتي دائما تحت الخدمة ديالو، تحت الأوامر ديالو، اللي بغاها كيلقاها بسهولة فيك، حتى رجعتي مملة بالنسبة ليه، لأنكي كتاب مفتوح. أنا ما كنقولكش ما تعامليش معاه، ما كنحرضكش على راجلك، لا تعاملي معاه مزيان بالحسنى وكل شيء، ولكن ما تكتريش. انتي كديري له خاطر كتار من القياس، كتوفري له كل شيء، كيجي كيلقاك متاحة دايما كتسنايه، دايما جالسة قدامه، دايما وجهك في وجهه. إلا ماشي مزيان. الراجل بطبعه كيبغي التشويق والغموض. فوق ما عيطلك انتي كيلقاك موجودة، تم كطري على التليفون وتجاوبيه. فوق ما بغى شي حاجة تم كتحضر. فوق ما قرب منك كتولي بحال شي حريرة وكتسيحي. لا، مرة قولي لا، مرة قولي ما راني مشغولة، ما مسالياش، عندي ما يدار. ما تكونيش دايما متوفرة لراجل. الاهتمام الزايد فوق القياس غادي يضرك، ما غاديش ينفعك، وكتحسيه باللي هو محور الكون. هنا كيوقع الخلل. الراجل ما كيحترمش المرأة اللي ساهلة بزاف، بالعكس كيشدو الفضول لهاديك اللي متمنعة، هاديك اللي غامضة، اللي ما مبينالوش كلشي، اللي ما عارفش عليها كلشي، واخا هي عايشة معاه ولكن ما عارفش واشنو تحت مخها. الا بغيتي يبقى متعلق بيك خاصك تحسيه باللي باش يوصل لك انتي ربحة، ماشي يلقاك ديما متوفرة. غادي تقولي لي كيفاش؟ نعرفك، الا ما شديتش القلم ووريت كل شيء بالورقة والستيلو وقريتك راه ما غاديش تفهمي، وانا هنا غير باش نفهمك. اوكي، مثلا مرة شدي قنت في دارك وبدا تكلمي في التليفون بصوت منخفض، واخا تكوني غير مع ماماك ولا صاحبتك ولا اختك، دخلي له الشك باش يبدا يغير ويفيق شوية، عنده الشعور بالحب. خص نحركو فيه داك الشعور اللي غاب عليك، داك الشعور ديال الحب والولاء اللي مشى مع الوقت، لأنك ولفتيه دايما متاحة، دايما قاريك، دايما فاهمك وعارف شنو فيك. مثلا مرة لبسي وتعطري وقولي له ماشية لعيد ميلاد واحد صاحبتي ولا شي وحدة من العائلة، غادي تحتفل بيه في الكافيه ولا في شي مطعم. قولي له عندها عيد الميلاد وغادي تحتفل بيه في شي كافيه ولا شي مطعم، وغادي داكشي يدوز زوين. صافي واجي خارجة وخلي مخو يخدم، وعمرك ما تطلبي الاهتمام، لأن الراجل كيهرب من الضغط اللي يخليه دايما خصو يجاوب على أسئلة كتيرة كتطرحيها عليه.
ما تعطيش الاهتمام بزاف، وانتي عمرك ما تطلبي منه الاهتمام، انتي ما تعطيهش بزاف الاهتمام، وإلا شتيه نقص من الاهتمام ليك ما تطلبيهش. الاهتمام ما كيتطلبش، لأنك إلا طلبتي الاهتمام غادي تطلعيلو في الراس. خليه يهتم غير بالفن وغير بهادشي اللي كنعلم لك. وعلاش قالوا علينا حنا النساء إن كيدهن عظيم؟ واش قالوها غير هكاك؟ سيري غير بهادشي اللي كنقولك وراه غادي يجيب معاك نتيجة. حاجة أخرى، ما تبينيش غيرتك، لأن هادشي كينقص من ثقتك بنفسك. عمرك ما تبيني الغيرة ديالك عليه، واخا تكوني غيرة شدي راسك وما تبينيش وما تبقايش تهرج فيه غير بوحدك. هادشي كيقلل من قيمتك وكينقص من الثقة ديالك بنفسك وكيخنقو. واخطر حاجة ممكن ديريها هي انك كتنساي راسك في وسط هادشي كامل، كتبقاي مركزة غير عليه وكتنساي راسك وما كتبقايش مهتمة بنفسك ولا بجمالك ولا بتا شي حاجة في حياتك. انتي ما تنسايش بلي عندك حياة خاصة، راه هو ماشي كل حياتك. وهنا إلا خليتيه هو مركز الكون ديالك وخليتيه كل حياتك، هنا كيكمل ويجمل صافي. وديك الساعة كينكرك نكرة ديال نهار الحد. ايوا ردي البال، فيقي معايا، نوضي الله ينعل الشيطان، ديري واحد السكين كار هذاك هو، وتهلاي في نفسك، ديري الرياضة ديالك، خرجي مع صحاباتك ولا مع ماماك، شدي كتاب وقرايه منين تكوني جالسة، بيني بأن عندك قيمة وراكي كتوعي نفسك، ولا ديري شي حاجة اللي تنفعك. ما تبقايش مركزة معاه 24 ساعة على 24 ساعة. راه الراجل كيكره الإنسانة المثالية المتوفرة دايما والتافهة، واللي كتظن أنها إلا اهتمت به بزاف غادي يزيد يبغيها. بالعكس، إلا ركزتي على نفسك وحبيتيها غادي يرجع عنده الوله ليك، وغادي يرجع عنده الشغف ليك، وترجعي قيمتك اللي ضيعتيها. باختصار بغيتك تكوني رقم واحد في حياته وشغله الشاغل، بغيتو ما يقدرش ينساك. كاين 3 ديال الأسرار خاصك تطبقيهم بالاختصار المفيد، اختصرتهم لك في 3 ديال النقاط. أولا، خليه يحس بأنك ما مضموناش، وشوية ديال الغموض غادي يرجعك إدمان عنده. ثانيا، ما تعطيهش كل شي دفعة وحدة، وما تعطيهش حتى التخمة، ما تهتميش بيه حتى التخمة، خليه ديما باغي كتر، ما تشبعيهش. ثالثا، كوني أنثى في التصرفات ديالك ماشي غير في الشكل. الراجل كي يحماق على الإحساس ماشي غير المظهر. إلا فهمتي هادشي بثلاثة غادي يرجع حبه ليك مضاعف أضعاف، وآدي تحسي بأنك رقم واحد في حياته. هادشي خاص يكون عندك عادي ديريه، ماشي غير كتصنعيه. اهتموا بنفسكم البنات قبل ما تهتموا بالراجل. بغيتوا الراجل يهتم بكم، اهتمي انتي بنفسك اولا. كيفاش انتي ما مهتماش بنفسك وباغيه الراجل يهتم بيك؟ البنات، هادشي اللي كنقول لكم عن تجربة، طبقوه وردوا عليا. كنبغيكم وكنحماق عليكم.